مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم معنا ولقاء يتجدد دائما مع مجموعة متنوعة وقيمة وجميلة وهادفة من الفقرات من خلال برنامجنا زينة بطعم البيوت. زي كل يوم سبت دايما فقراتنا متميزة، ودايما بكون مع حضراتكم أنا وزميلتي نيفين. أهلا بيكي معنا يا نيفين وحلقة جديدة. أهلا بيكي يا حنان، وأهلا بكل السادة المشاهدين اللي دايما بنلتقي بيهم على خير في الفترة المفتوحة للأسرة المصرية. برنامج زينة وبعد كده برنامج طعم البيوت، وزي ما احنا متعودين بنبدا مع برنامج زينه. واول لقاء عندك ايه يا حنان؟ اول لقاء يا نيفين الحقيقه هو بالتاكيد موضوع مهم جدا بيهم كل افراد المجتمع المصري، وبنتكلم فيه عن التعليم. والتعليم هو قاطره التنميه والتقدم، والتعليم بيعتبر مؤشر قوي جدا جدا بيدل على قوه اي دوله. والتعليم بالفعل هو المؤشر الحاسم في عمليه التنميه، سواء تنميه بشريه او اجتماعيه او اقتصاديه. وباعتبار طبعا يعني خلاص بداية عام دراسي جديد على الأبواب، أيام قليلة وبنستقبل عام دراسي جديد. كل عام وحضراتكم بخير. عايزين نتكلم عن التهيئة النفسية والمعنوية لأولادنا من الطلبة والطالبات لاستقبال هذا العام بأمل وبتفاؤل وبجدية وبنشاط، وإن شاء الله نحقق في هذا العام عام 2023 2024 نحقق فيه نجاح وتفوق وتميز يمكن أكتر من الأعوام الماضية. عن الحالة النفسية واستقبال عام دراسي جديد هتكون معنا فقرة مهمة. وفي طعم البيوت النهارده اعزائي المشاهدين هيكون عندنا لقاءين. اللقاء الاول بنتكلم فيه عن يعني نشاطات وزاره الثقافه في حمله حياه كريمه. احنا عارفين طبعا ان الحمله الكبيره العظيمه اللي بتشمل كل محافظات مصر حياه كريمه، يمكن في البعض بيتصور فقط ان هي بتهتم بالاشياء وتطوير الاشياء الماديه، لكن لا، هي كمان بتهتم ببناء الانسان وبناء نفسيته بالتعليم وبالثقافه، ويمكن جزئيه الثقافه هي اللي هنتكلم عنها النهارده. علشان كده وزارة الثقافة المصرية مشتركة ببرامج ثقافية عديدة في حملة حياة كريمة. تفاصيل هذه المشاركة وأهميتها إيه وأهمية الثقافة لبناء الإنسان المصري ده اللي هنعرفه عندنا في أول لقاء. واستكمالا للكلام عن بناء الإنسان المصري يا نيفين، لأنه بالتأكيد ده محور هام جدا من محاور التنمية والتقدم، هو الاستثمار في البشر. وبالتأكيد توفير فرص عمل أو إقامة أي مشروع صغير ده عامل مهم جدا في بناء شخصية أي إنسان. النهاردة معانا فقرة بتقول صنعة في إيديا أمان ليا، أو نقدر نقول مشروع صغير وأحلام كبيرة. النهاردة معانا شابة قدرت إن هي تستثمر وتستغل مهاراتها وإمكانياتها، وقدرت ان هي من مواد طبيعيه بسيطه جدا، من زيوت طبيعيه، قدرت ان هي تعمل انواع مختلفه من الصابون خاليه من اي مواد كيميائيه. هنتكلم معاها تحديدا وعن هذا المشروع الصغير، وهنتكلم بشكل عام كيف قدمت الدوله الكثير من التسهيلات لعدد كبير من الشباب لاقامه المشروعات الصغيره. ولاننا بنتكلم عن تشجيع الشباب، وخصوصا واحنا في طعم البيوت النهارده بنتكلم عن اهميه الثقافه بالنسبه للانسان، هنواصل برضو ازاي الثقافه مهمه بالنسبه للشباب وازاي نشجعهم، خصوصا لما يكون حد عنده موهبه الكتابه او التاليف. النهارده عندنا موهبه شابه صغيره جايه لنا مخصوص من مدينه الاقصر علشان هتلقي علينا بعض مؤلفاتها من شعر العاميه. هنشوف مع بعض مشوارها، موهبتها، هي بتحلم بايه في المستقبل وبتنتظر ايه ان ممكن يبقى فيه طبعا مساعدات ثقافيه. اي شاب عنده موهبه ثقافيه بيبقى عايز مسانده ومساعده ثقافيه من المسؤولين، ده اللي هنعرفه من خلال لقائنا الثاني النهارده. تعالوا مع بعض دلوقتي بقى اعزائي المشاهدين بعد الفاصل مباشره هنبدا اول لقاء مع برنامج زينه، وزي ما احنا متعودين بنبدا مع فقره الاخبار، والبدايه عند حنان. مشاهدينا بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وعدد من الأخبار. والحقيقة بنقول كل عام وحضراتكم بخير، بداية عام دراسي جديد. ويعني بالفعل المؤسسات الحكومية بتحاول بقدر الإمكان إن هي يعني تساند المواطن المصري محدود الدخل في استقبال هذا العام بتوفير عدد كبير من المستلزمات المدرسية من خلال إقامة معارض أهلا مدارس بإمكانية يعني بأسعار أقل بكتير من الأسعار اللي ممكن تكون موجودة في الأسواق أو في المحلات الخارجية. اسمحوا لنا نبدأ مع حضراتكم أخبارنا.
أعلن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إقامة 480 معرضا أهلا مدارس على مستوى محافظات الجمهورية، منها 58 معرضا رئيسيا. وأكد دكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته على هامش افتتاح معرض أهلا مدارس أن هناك تخفيضات في أسعار السلع بالمعارض تتراوح بين 20 إلى 50% لتكون في متناول الجميع. الخبر الآخر عن المبادرات الصحية، والحقيقة إقامة أو تقديم هذه المبادرات الصحية دي مهمة جدا في استثمار البشر، ودايما بنقول خير وأهم استثمار هو الاستثمار في البشر. كشف دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية ضمن أعمال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها في يوليو الماضي، حيث بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية 30 مليون و800 ألف خدمة طبية تقريبا. ودعا دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة جميع المواطنين التوجه مقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن، مع تمنياتنا طبعا بدوام الصحة والعافية لكل المواطنين بإذن الله. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، ولكن هنرجع مرة تانية وبسرعة ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا مع زينة والحديث عن التعليم وبداية عام دراسي جديد. مشاهدينا بنرجع مرة تانية والاستعداد لعام دراسي جديد. يمكن الحقيقة كلنا بنقع في غلطة ان احنا بنبدأ نستعد لعام دراسي جديد، بنبدأ نشتري الأدوات المدرسية والمستلزمات المدرسية سواء طفلنا داخل أول مرة المدرسة أو سواء بينتقل إلى مرحلة أعلى في التعليم، فبنبدأ نشوف يا ترى السنة اللي جاية بإذن الله هيكون محتاج إيه من الأدوات المدرسية. ولكن الأهم من كده الحقيقة هو الاستعداد النفسي والاستعداد المعنوي لكل طالب أو طالبة طبعا هيبدأ عام دراسي جديد. هنتكلم عن الطفل مع أول يوم في المدرسة، الطفل اللي داخل أولى ابتدائي، هنتكلم عن الطفل اللي انتقل لمرحلة جديدة من ابتدائي لإعدادي واللي انتقل من إعدادي لثانوي، دي تعتبر مرحلة جديدة في حياته. هنتكلم كمان عن الطفل لو أخفق أو الطالب لو أخفق في السنة الماضية إزاي يقدر يحقق نجاح في هذه السنة، إزاي يقدر يتفوق أكتر، والطالب المتفوق إزاي يستمر في هذا التفوق ويستمر في هذا النجاح. يعني عموما الاستعداد النفسي والاستعداد المعنوي جانب مهم جدا جدا لا يقل أهمية أبدا عن شراء المستلزمات الدراسية. في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود الدكتور شادي عابد، دكتوراه في تكنولوجيا التعليم. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور شادي، شرفتنا ونورتنا. الشرف لي يا فندم. دكتور شادي، يعني زي ما حضرتك سمعتني، اولا كل سنه وحضرتك طيب وكل المجتمع المصري طيب. بدايه عام دراسي جديد، بنتمنى ان هو يكون عام سعيد كله تفوق ونجاح باذن الله ان شاء الله. دكتور شادي، ازاي نهيئ ابنائنا بعد فتره كبيره جدا من الاجازه الصيفيه ومن الراحة ومفيش التزام، ازاي نهيئهم مرة تانية ان احنا هنبدأ دراسة مرة تانية ويبقى فيه التزام في المواعيد؟ واسمح لي حضرتك كده ناخدها درجة درجة، بداية من الطفل اللي لسه داخل أولى ابتدائي. طيب، التهيئة النفسية للطالب اللي داخل المدرسة في عوامل معينة لو احنا قلناها الأم هترتاح طول السنة، والولد أو البنت اللي داخلين أولى ابتدائي رابعة خمسة إعدادية ثانوية هيروح المدرسة وهيستمتع بالمدرسة وكل حاجة. لكن قبل ما أقول العوامل، أنا دلوقتي إحنا بنكلم أولياء الأمور وبنكلم الأمهات بالذات. لو في حاجة من اللي أنا قلتها دلوقتي الأم عملتها، العوامل دي ما تعملهاش لأن مش هتنفع معاها. لو الأم في شهر 7 بدأت تخش على جروبات تدور على مدرسين للدروس الخصوصية علشان تبدأ لابنها في شهر 8 و15/8 الدروس الخصوصية، العوامل اللي أنا هقولها مش هتنفع معاها. لو الأم على الجروبات بدأت تتكلم على المدرسة إن المدرسة مفيش فيها تعليم والمدرسين بيخشوا المدرسة ما بيشتغلوش والإدارة سيئة، هل الطالب لما يسمع الكلام ده كله أنا هروح المدرسة أعمل إيه؟ أنت حضرتك هيأتيني من شهر 7 واديتيني بدائل للمدرسة، أنا هروح المدرسة اللي مفيش فيها شرح ومفيش فيها مدرسين بتشرح ومفيش فيها إدارة، هعمل إيه؟ أنا دلوقتي اديت لابني جرعة سلبية. مصدر الأمان الأول للطالب هو أبوه وأمه.
صحيح. اول ما بيقولوا كلمه هي مصدقه. اذا انا رقم واحد من العوامل علشان اهيئ الولد نفسي اللي انا اكلم المدرسه بايجابيه، اتكلم عن المدرسه ايجابيه، مش في شهر 7. يعني انا في شهر 7 قلت للولد لا انا جبت لك بديل وجبت لك مدرسين بره. ايوه. وبعدين بنتكلم طب انت جبت المدرس ده ليه وما جبتيش المدرس ده ليه؟ اصل المدرسه ما عادش بتشتغل. المدرسين في المدرسه ما بيشتغلوش. طب يعني اسمح لي يا دكتور برضو خلينا نقول ان بعض الامهات بتقول كده، مش كل الامهات يعني. هو في عندنا فئه كبيره في المجتمع المصري بتحترم المدرسه جدا وبتحب المدرسه، وخصوصا يمكن بعد تجربه الكورونا كلنا عرفنا قيمه المدرسه وعرفنا قيمه الالتزام بالميعاد وقيمه التواجد في الفصل مع المدرس بشكل مباشر. اعتقد يعني كانت تجربه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه. وزاره بتاعتنا اسمها وزاره التربيه والتعليم. طبعا طبعا. الامهات اللي هتعتمد على الدروس فقط اوكي، بس هتربي لوحدك. مين شركائك في التربيه؟ هي المدرسه. صحيح. هي اللي بتشوف نشاط الولد. صحيح. الولد اللي بيتنمر على اصحابه وعلى والدته هو عنده مشكله لان ما بيمارسش نشاط في المدرسه، لان هو بس بيكتفي بالعلم عن طريق الدروس. اذا التربيه بتاعتنا احنا عايزين اي مشكله واي سلبيه نعالجها، احنا بنعالجها من المدرسه. صحيح. عمر الطالب ما هيهلس على حيطه هو ساعد في رسمها. فاذا النشاط والمدرسه صحيح. ككل. صحيح. انا دلوقتي لما اتكلم ايجابي عن المدرسه، لما اقول له ده احنا هنروح، احنا منتظرينك تبدا المدرسه تبدا عشان هطلعك رحله، علشان هديك اهداف، يعني احدد له اهداف. صحيح صحيح. الولد هيحب المدرسه وهيلجأ ليها، لان المدرسه ككل مجتمع. المدرسه صحيح. ككل، وهي العمليه التعليميه هي منظومه كمان يا دكتور، لازم تكتمل بالظبط المدرسه. وانا عايز اقول حاجه لاولياء الامور والامهات بالذات. يعني احنا عاوزين نكلم الامهات بالذات ونكلمهم بصراحه. كل المشاكل اللي حضرتكم بتتكلموا فيها من الصيف من ضمن الكتب الخارجيه والاسعار الفلكيه. أيوة. والدروس والاسعار، هل الوزاره ما هيش عارفه الكلام ده؟ الوزاره عارفه الكلام ده. أكيد. طب الوزاره عملت ايه؟ حضرت بدائل أيوة. متميزه لاولياء الامور، واحنا النهارده جايين عشان نقول لهم هذه البدائل. تمام. البدائل كثيره جدا جدا جدا، وممكن نقول لهم بحاجات بسيطه جدا ممكن يعملوها دلوقتي. طالب ثانوي هنتكلم عنه، وابتدائي واعدادي هنتكلم عنه. طالب ثانوي هو مستلم التابلت اللي هو كنز، وانا عايزهم فعلا يبداوا يستخدموه. ولما يجي طالب يقول لك الله، طب انا لما دخلت الامتحان لقيت اسئله تانية غير الاسئله اللي انا متدرب عليها، عشان حضرتك ما فتحتش التابلت، عشان حضرتك ما اتدربتش. ايه الفرق بين طالب المدرسه وطالب الدرس؟ انا هقول لحضرتك الفرق بين طالب المدرسه وطالب الدرس، عشان الام اللي بدأت الدروس من شهر 7 وشهر 8 انت ما نفعتيش ابنك، انت ضرتيه. ليه؟ لان نظام التعليم يا جماعه اتغير. نظام التعليم اتغير. طب اتغير ازاي؟ ما احنا بنسمع كتير قوي نظام التعليم اتغير. طب ايه اللي اتغير؟ زمان كان قائم على المعلم بيقرأ، بيلخص، بيعمل اسئله، بيحلها، الطالب بيروح يحفظ السؤال ويخش يجاوبه. طب ايه الجديد بقى؟ ايه اللي اتغير؟ ان القائم دلوقتي هو الطالب عايزه يقرا. أيوة. الطالب يلخص، الطالب يعمل اسئله، والمدرس هو اللي مراقب وموجه وملهم للطالب. اذا انا لما اودي ابني لمدرس في شهر 7 أو شهر 8 أنا كده قتلت عند الطالب الإبداع والابتكار. صحيح. طيب صحيح. المدرس بقى بتاع الدرس هل هيقدر يعمل مجموعات؟ يعني هل هيقدر يقسم الطلبة مجموعات وهيبدأ يوزع عليهم أدوار اللي بيحصل في المدرسة؟ مش هيقدر. صحيح. لأن احنا عندنا المدرسين بتاعنا، احنا بقالنا 3 أشهر يا أستاذة حنان بندرب في المعلمين. 3 أشهر بندرب معلمين، بندربهم على نوعيات جديدة من الأسئلة. طب الأسئلة دي نجيبها منين؟ ما هو ليه الامر دلوقتي بيسال طب الاسئله دي اجيبها منين؟ وحضرتك وانت بتتكلم من شويه قلت الوزاره حاطه في دماغها مشكله الكتب الخارجيه، عملتوا فيها ايه؟ اقول لحضرتك كل وليه امر قاعده قدامنا دلوقتي معاها موبايل اندرويد، لو سمحتي بعد اذنك نزلي ايقونه البنك المعرفه اللي هو الاي كي بي. حضرتك هتكتبي اي كي بي، هتروحي منزله الايقونه بتاعه بنك المعرفه، هتسجلي بنك المعرفه موجود فيه مذكره رقميه، موجود فيه خطط دروس. خطط دروس، انا عايز اعرف ايه حته خطط دروس دي؟ خطط دروس ده كنز. خطط الدروس دي لو انا ومانيش عارفه اي حاجه في المنهج وبدات اشتغل مع ابني يخلص المدرسه يجي يتغدى وينام شويه وابدا افتح الدروس دي. ده احنا عندنا بدل المنصه
منصات كتيره، منها الالكتروني ومنها التلفزيوني. أيوة. الحاجات دي كلها مجانيه. الحاجات دي كلها مجانيه. كويس. مجرد ما الام بتنزل التطبيق اللي هو الاي كي بي بنك المعرفه على الموبايل، يبدا بقى بنك المعرفه يقول لها لو سمحتي هو انت سنه كام؟ رابعه، خمسه، ثالثه ثانوي، اولى ثانوي. يبدا بقى يختار لها. طب ماشي، احنا دلوقتي اخترنا المرحله، قولي لي بقى انت عايزه تذاكري ايه؟ يدي لها لسته بالمواد الدراسيه. انا عايزه النهارده اذاكر عربي. يجي لها بقى على الجنب، في الجنب خالص بقى، طب انت عايزه ايه؟ عايزه كتاب المدرسه؟ ولا عايزه نوت ملخص؟ تمام. ولا عايزه فيديو؟ تمام. واعتقد دي كمان يقدر يعملها الطالب الكبير شويه اللي هو في اعدادي او في ثانوي. لا، في ثانوي بقى مش هيعمل الكلام ده. ليه؟ لان انا في ثانوي اعطي له تابلت هو عليه الكلام ده كله. تمام. في تابلت اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، ثالثه ثانوي، يبدا من اول ما يستلم التابلت. هو طالب ثانيه هو معاه التابلت بتاع السنه اللي فاتت، وطالب سنه ثالثه معاه التابلت. تمام. طالب سنه اولى هيستلم التابلت اول اسبوع ان شاء الله باذن الله في الدراسه. هيبدا ينزل لمسؤول الاي تي، بيسجل له بالايميل الموحد بتاعه. بالايميل الموحد بيفتح كل ما تتخيليه. الميزه ايه بقى؟ الميزه ايه؟ انا لما يكون عندي موضوع في الاحياء، وزاره التربيه والتعليم عملت شيء اكثر من رائع. هو ان احنا اتفقنا، او الوزاره اتفقت مع اكبر دور نشر نجوى. استاذنك دون ذكر اسماء معينه يعني. اوكي. هم دول اتفقت معاهم وزاره التربيه والتعليم علشان يعملوا محتوى نازل بمجانا بلا اي فلوس مقابل على التابلت. كويس. لا الحقيقه يعني هي الوزاره عامله مجهود كبير جدا، ومحتاجين بس يكون في تجاوب معانا. طب اسمح لي يا دكتور بس علشان وقتنا، هو كلام مع حضرتك قيم جدا جدا، محتاجين ساعات، ولكن اسمح لي نتكلم شويه عن الجانب النفسي سريعا لان خلاص وقتنا. برضو التهيئه النفسيه للطالب بقى، لان الجانب النفسي لا يقل اهميه ابدا عن الجانب العلمي. اول حاجه اتكلم ايجابي عن المدرسه. دي رقم واحد. دي قلناها. رقم اتنين، انا مع ابني لازم اشوف اهدافي. انا عندي هدف يومي، هدف اسبوعي، هدف شهري، هدف سنوي. الهدف اليومي ايه هو؟ يعمل واجبه. الهدف الاسبوعي لو انا ضعيف في ماده، يبقى انا الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله هيئ نفسي علشان اقوي نفسي في الماده دي. هدف شهري ان انا لو المدرسه طالبه مني بروجكت معين ابدا اتعامل مع، اذا انا ما اسيبش الطالب، ما اسيبش ابني تايه كده. لا صحيح. انا رقم واحد احدد له الاهداف بتاعته، هدف يومي، اسبوعي او شهري، وتكون الاهداف دي الى حد ما قريبه، لان الاهداف العاليه قوي بتبقى ممكن تعمل احباط. ان انا عارف قدرات ابني والاولاد مختلفين. فانا ما ينفعش النهارده اقول لابني انت النهارده تحفظ لك 200 كلمه، لا الاول واحده واحده. يبقى انا دلوقتي عارف ابني وعارف قدره استيعابه، ابدا احدد له اهداف. رقم 2 او رقم 3، ودي مهمه جدا 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 وخصوصا في الدراسه، ابعد عن ابني كل المشتتات. يعني انا ما اخليهوش اوضه الدراسه بتاعته مليانه بالتشتت، حاطط له برواز عليه الوان وزخارف. هو الولد اوريدي يعني هيلتفت لده. اذا ابعد. رقم 4 ودي مهمه جدا، ان انا اعزز رؤى وافكار ابني. يعني ايه؟ يعني ابدا اتواصل معاه، ابدا اتكلم معاه. لو عندك مشكله حبيبي في ماده، الوحيد اللي يكلمه تعالى لي، وانا هبدا اتوجه مع المدرسه وابدا اروح مع المدرسه، واحنا الاثنين هدفنا واحد. ولي الامر والمدرسه هدفنا هو الطالب. صحيح. الكلام مع حضرتك قيم جدا يا دكتور شادي، وحضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده. وبنختم لقائنا بالكلام الجميل اللي حضرتك قلته، هو عمليه التواصل الجيد ما بين ولي الامر وما بين الطالب وما بين مدرس المدرسه. ده امر مهم جدا حتى تكتمل المنظومه التعليميه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك جدا واتشرفت بحضرتك. شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، هنطلع فاصل ولكن هنرجع مره ثانيه وبسرعه، ولنا لقاء مع مشروع صغير واحلام كبيره وصنعه في ايديا امان ليا.